اللي بيحصل طبعا اليومين دول من البلطجة واتحاد شباب مصر اللي هو محدش عارف تم انشاؤه امتى، ولا اتحاد شباب مصر دوت مؤلف يعني من عراجين صغننين مسرحينهم في الدول الغربية يقتلوا ويخطفوا في المصريين ولا ايه؟ فمحدش عارف الحقيقة. بيتعاملوا بمنطق الزريبة، فاكرين الدول الأوروبية والغربية زرايب زي الزريبة المصرية اللي هم جايين منها. فطبعا بيلموا البلطجيه نفس المبدا، لم حش وارمي للبهايم. لم البلطجيه ب 200 جنيه هتلاقيهم برضو بيدوهم 100 يورو ولا حاجه، ولا 100 جنيه استرليني، ولم البلطجيه دي كلها بوجبه واتوبيس و100 يورو، وخد الحلاليف دي كلها مسكها علم مصر. وواحد كده واقف معاهم هو ده رئيس الاتحاد. واخدين بالكم؟ طبعا انا جايه لك من المجهول يا بدري يا عبد العاطي اقول لك ان انت اللي هتحاسب على المشاريب دي كلها. ما هو سامح شكري يا اخويا كان فاتح صدره كده برضو، وكان ماسك الفوطه للسيسي، وفي الاخر خالص لما حصل موضوع منندس دوت، مين اللي لبس فيها؟ اللي لبس فيها سامح شكري. مين اللي حاسب على المشاريب؟ سامح شكري. اللي نقل الاسرار اللي ما ينفعش تتنقل للكيان مين؟ ما هو سامح شكري وعباس كامل، والاتنين راحوا فين؟ راحوا في الاستيداع، راحوا في التلاجات. مين بقى اللي هيحاسب على المشروب بتاع اختطاف طفل واختطاف شاب ليه داخل البعثة المصرية؟ دي جريمة طبعا على الأراضي الأمريكية، ده لو في قانون في أمريكا. لكن لو لا مفيش قانون هنعتبرها زريبة ونضمها لباقي الزرايب ال 22. وطبعا نفس الكلام للنرويج، لان الدول دي المفروض ان هم عندهم ديموكراتيك فاليوز، لكن لو ديموكراتيك فاليوز مش ماشيه عليكم يبقى دي زرايب، يبقى دي بقى مش الامبريلا بتاعت القانون واحده. صح ولا ايه؟ فانا من موقعي هذا بقى ورا الستيرنج يا بدر بقول لك انا هحلق نص شنبي كده وامشي بنص شنب لو انت ما لبست البيجامه وما كملتش معانا هذا الشهر، لانك ارهابي بلطجي واتنمرت وعملت انسايتنج لاعمال ارهابيه، ورجالتك نفذوا في البعثات الدبلوماسيه الخارجيه اللي على الاراضي الاوروبيه والامريكيه. الطريقه دي تمشوها هناك في سجن العقرب، في سجن البلاص، في الزريبه. عارف امك لما كانت بتقول لك روح يا بدر انحت ولا اكحت الزبل للبهايم؟ انت اخرك كده تروح تكحت الزريبه وتكحت تنشل الزبل من الزريبه وتروح تسبخ بيه الارض يا ابن العاهره الداعره اللي نط عليها كل سكان القاهره بعد ما نطوا على ام السيسي على طول الحقيقه. فالكلام ده طبعا ما ياكلش معانا، لان المصريين في الخارج لحمهم مر قوي قوي